بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما نبدأ به هذه الحلقة القرآن الكريم مع قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أحبتي في الله، منذ أيام قلائل استقبلنا عام هجري جديد، بدايته شهر من الأشهر الحرم، وهو شهر الله المحرم. ولشهر الله المحرم فضائل وميزات تختلف عن غيره من الشهور الهجرية. فقد أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، فيجب علينا أن نغتنم مواسم الخيرات، فقد لا يدرك الإنسان موسم آخر، فيجب علينا أولاً في هذا الشهر ألا نظلم أنفسنا بارتكاب المعاصي والذنوب باعتباره أحد الأشهر الحرم. فالأشهر الحرم 3 متواليات هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب الفرد بين جمادى وشعبان. ثانياً، نكثر من الصيام فيه، فصيام يوم في سبيل الله يباعد بين النار 70 خريفاً، كما أخبر بذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الشهر أيضاً يوم عظيم وله ميزة خاصة، هو يوم عاشوراء، ولنا وقفة مع يوم عاشوراء. فنحن جميع المسلمين نعلم الكثير والكثير عن يوم عاشوراء، ولكن من باب تذكير نفسي وإياكم، فيوم عاشوراء هو اليوم 10 من شهر الله المحرم. فإذا سئلنا لماذا نصوم يوم 10 أو يوم عاشوراء، في هذا اليوم يستحب صيام يوم عاشوراء، لما روي عن ابن عباس قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذ كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 9. أما عن سبب صيام يوم عاشوراء في الجاهلية فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. وعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فلما سأل عن السبب قالوا: هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه سيدنا موسى وأغرق آل فرعون، فصامه موسى عليه السلام شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، حتى أنه أرسل في يوم عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطراً فليتم يومه، ومن أصبح صائماً فليصم. طب عايزين نعرف حكم صيام يوم عاشوراء. صيام يوم عاشوراء كان واجباً في أول الأمر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لثبوت الأمر بصومه، وعندما فرض شهر رمضان نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء وبقى على وجه الاستحباب. ثم عزم النبي في آخر عمره في السنة 10 على ألا يصومه مفردا، بل يصوم قبله 9. أما عن فضل صيام يوم عاشوراء فله فضل عظيم، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أخرجه مسلم في صحيحه. فالله عز وجل خص عبادة الصيام بين العبادات بفضائل وخصائص عديدة، منها أن الصوم لله عز وجل وهو يجزي به، أن للصائم فرحتان عند فطره وعند لقاء ربه، أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أن الله أعد لأهل الصيام بابا في الجنة لا يدخل منه سواهم، إن من صام يوما واحدا في سبيل الله أبعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 عاما. الصوم جنة ووقاية من النار. الصيام يكفر الخطايا، والصوم يشفع لصاحبه، فلماذا بعد هذه الفضائل والميزات نحرم أنفسنا من كنوز الحسنات؟ فنحن في حاجة أن نثقل موازيننا يوم القيامة عند الوقوف للحساب. اللهم أعنا على صيام تاسوعاء وعاشوراء، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.